عيلة مافيا مرعبة قتلت تاريخها بنفسها. العيلة دي من أصل إيطالي ومعاها الجنسية الأمريكية، وهي من أخطر 5 عصابات مسيطرة على الجريمة المنظمة في نيويورك كلها، وكلهم شغالين تبع منظمة اسمها المافيا الأمريكية. والعيلة دي كان نشاطها في الأول هو تهريب الخمور بس، ولكن إحنا هنا عشان نعرف إيه قصة العيلة وإزاي اتكونت وإزاي العيلة دي قتلت تاريخها بنفسها. أهلا بيك في قصة جديدة في عالم الإجرام. الحكاية بدأت بمهاجر صقلي اسمه جو بروفاسي، اتولد في باليرمو يوم 2 أكتوبر 1897. طفولته ما كانش معروف عنها كتير غير إنه كان مشاغب ودخل في مشاكل كتير خلته يقف قدام المحكمة، لدرجة إنه اتقبض عليه مرتين وقضى سنة كاملة في سجن في صقلية بتهمة السرقة. بعد ما يخرج من السجن يقرر إنه يهاجر لأمريكا، وبدايته تكون في شيكاغو، وقضى فيها كام سنة وحاول يبدأ بيزنس عبارة عن سوبر ماركت ومخبز، بس الحظ ما كانش معاه والمشاريع كلها فشلت. وفي 4 سبتمبر 1921 يوصل لمدينة نيويورك، وبعدها سنة 1925 يرجع لبروكلين ويبدأ يدخل في عصابات محلية، وفي نفس الوقت يشتغل كمستورد لزيت الزيتون. وقت ما كان بروفاسي في بروكلين قدر يسيطر على عصابة صغيرة في بروكلين، في وقت كان في ناس تانية أتقل منه بكتير مسيطرين على المنطقة دي، زي فرانكي بيل وجو ماسيريا ونيكولو شيرو والزعيم الكبير سالفاتوري داكيلا. ورغم ان خبرة شو بروفاسي في الإجرام ما كانتش كبيرة قوي، إلا إنه ما كانش مفهوم قوي إزاي واحد زي بروفاسي خد سلطة زي دي بسرعة كده. بس في ناس بتقول إن ده بسبب وضع عيلته القوي في صقلية، وإنه من ضمن مافيا فيلاباتي. وكان في ناس تانية بتقول إنه استغل علاقاته القوية اللي عملها من تجارة زيت الزيتون. وفي وسط كل ده وتحديدا في 27 سبتمبر 1927 يبقى مواطن أمريكي رسمي يحمل جنسية أمريكية رسمية. مع توسع تجارته في زيت الزيتون بروفاسي قدر يعمل صفقات مع معارف كتير جدا في صقلية، وكان من بين أكبر عملائه إجنازيو إيطاليانو، وده كان واحد من زعماء المافيا في تامبا. ومع الوقت دخل بروفاسي في عالم المافيا بجد في نيويورك، ووقتها ما كانش فيه نظام رسمي للعصابات، كانت عبارة عن مجموعة أحياء إيطالية، والأقوى هو الأشطر في استعمال السلاح. كمان بروفاسي وحليفه ماجليكو اشتغلوا في كل حاجة بتجيب فلوس، زي الربا، المراهنات، شبكات الدعارة اللي كانت بتدفع عليهم إتاوة أسبوعية كبيرة، ولكن المصدر الحقيقي لثروته كان تجارة وتهريب المخدرات. وعشان يحمي الشغل الشمال ده كله كان بيدير شركته القانونية ماما مية للاستيراد، اللي خلته يتلقب بملك زيت الزيتون، وفتح 20 شركة تانية مشغلة مئات العمال. والبيزنس يزدهر جدا خصوصا بعد الحرب العالمية التانية، وكان البيزنس ده هو الواجهة لحماية كل أعماله المشبوهة. بروفيسي كان عنده ابنه فرانك دخل معاه في العصابة، وابنه التاني جون مشي في طريق قانوني وحلال وكان فرع مخالف للعيلة تماما. وبنتين من بناته اتجوزوا ولاد زعماء عصابات ديترويت، ويليام توكو وجوزيف زيرلي. اخوه سيلفاتوري كان المستشار بتاعه لسنين، وكان بيعمل كل فلوسه من تجارة الافلام الاباحية. وحليفه جوزيف ماجلييكو كان النائب بتاعه. وبنت اخوه روزالي اتجوزت سلفاتوري بونانو ابن الزعيم الكبير جوزيف بونانو زعيم عائلة بونانو الإجرامية. بنت اخوه روزالي وصفته انه كان شخصية بتخطف العين، بيركب عربيات كادليك سودا وشيك، وكان دايما بيدخن السيجار، وكان كريم جدا مع عيلته لدرجة انه كان بيحجز صف كامل في مسرح برودواي عشانهم. بروفاسي كان عايش في غنى فاحش، عنده بيت كبير في بروكلين وبيت في ميامي بيتش، واشترى مبنى ضخم جدا مساحته تقريبا 328 فدان في نيو جيرسي، واللي كان بتاع الرئيس ثيودور روزفلت، وبنى فيه مهبط طيارات وكنيسة خاصة فيها مسبح شبه اللي في كاتدرائية القديس بطرس في روما. بروفاسي كان كاثوليكي متدين، وكان بيقدم تبرعات بمبالغ ضخمة جدا للجمعيات الخيرية الكاثوليكية. والكنيسة اللي بناها دي كان فيها لوحات فيها قديسين وملايكة، وجنبهم ناس ببدلات وفساتين من الاربعينات في القرن العشرين. وكان بيتقال ان اللوحة اللي فيها راجل بطاقية فيدورا وحاطط ايده على قلبه هو جو بروفاسي نفسه. ولكن على الرغم من كل الصرف والاهتمام ده بروفاسي ما كانش بيروح القداس اساسا بشكل منتظم، على عكس والدته واللي اتقال انها كانت بتروح القداس كل يوم. في 1 يوليو 1928 الدنيا اتقلبت لما فرانك ييل اتقتل على ايد قتلة مأجورين شغالين مع الكابوني زعيم عصابة شيكاغو. الكابوني عمل كده عشان ينتقم من ييل اللي رفض يديله السيطرة على جمعية يونيون سيسليانا الأخوية. وموت ييل كان فرصة ذهبية لبروفاسي وحليفه ماجلييكو، قدروا يحطوا ايدهم على مناطق كانت تابعة لفرانكي ويضموها لعصابتهم الصغيرة. والمناطق دي كانت بنسون هيرست وبايريدج وريد هوك وكارول جاردنز، في حين ان باقي تركة فرانكي راحت لعيلة ماسيريا. بعدها بكام شهر وتحديدا في 10 اكتوبر 1928 داكيلا زعيم زعماء المافيا يتقتل هو كمان، وده فتح خناقه كبيره على المناطق اللي كان مسيطر عليها. وعلشان ما يحصلش اي نوع من حروب عصابات في بروكلين الزعماء قرروا يقعدوا مع بعض في 5 ديسمبر في فندق ستاتلر بمدينه كليفلاند في اوهايو، ودي كانت منطقه محايده تبع عيله بويلو الاجراميه. الاجتماع ده حضره بروفاسي وماجليكو واللي كانوا بيمثلوا مدينه بروكلين، وفينسنت مانجانو واللي كان بيقدم تقاريره لمانفريدي مينيو رئيس عيله داكيلا، واللي كان بيمثل سيلفاتوري
سالفاتوري مارانزانو وعيلة كاستلاماريزي، وإجنازيو إيطاليانو واللي كان بيمثل تامبا في فلوريدا، وجوزيف جوينتا وباسكوالي لولوردو واللي كانوا بيمثلوا شيكاغو. وفي نهاية القعدة دي بروفاسي طلع كسبان واستحوذ على جزء من منطقة ديكيلا في بروكلين. بعد ما ديكيلا مات بكام شهر، جو ماسيريا بدأ إنه يخطط عشان يبقى هو زعيم الزعماء للمافيا في أمريكا كلها، وبدأ يفرض إتاوات وجزية على عائلات المافيا الثلاثة اللي فاضلين في نيويورك، واللي هم عائلة بروفاسي وعائلة كاستلاماريزي وعائلة رينا. ولكن يصادف في نفس الوقت إن مارينزانو زعيم عائلة كاستلاماريزي كان هو كمان عايز يبقى زعيم الزعماء، ومن هنا تولع أول شرارة في حرب كاستلاماريزي. تبدأ الحرب بأمر ماسيريا بقتل جايتانو رينا، واللي افتكروه إن في صفوف مارنزانو بالتعاون مع حليفه مانفريدي مينيو، واللي كان الزعيم الجديد لعائلة ديكيلا. وبعد قتل رينا في 26 فبراير 1930 يعين ماسيريا جوزيف بنزولو زعيم جديد لعائلة رينا. وفي الحرب دي يتعامل بروفاسي بذكائه ويقف محايد قدام الكل، بس في السر كان بيدعم مارنزانو. والحرب دي كانت دموية لدرجة إن راح ضحيتها حوالي 60 واحد من رجال العصابات. الحرب تعلن نهايتها لما لاكي لوتشيانو مساعد ماسيريا خان صاحبه واتفق مع مارنزانو على قتل ماسيريا في 15 ابريل 1931، عشان بعدها مارنزانو يعلن عن نفسه زعيم الزعماء في امريكا كلها. في الوقت ده لوتشيانو والجيل الجديد اللي متاثر بالثقافه الامريكيه ما يكونش عاجبهم النظام القديم ده، علشان بعد ما الحرب تخلص بكام شهر تبدا حرب بين مارنزانو ولوتشيانو على مين يقتل التاني الاول. ويقتل لوتشيانو مارنزانو زعيم زعماء المافيا، ولكن لوتشيانو يتصرف عكس المتوقع ويعرف ان الحروب هتفضل مستمره وملهاش حل، ولازم نظام يحكمها ويشكمها ويعرف ينظمها صح وينهي عالم الفوضى ده. وعشان كده يتم تأسيس لجنة المافيا. لجنة المافيا هي زي مجلس إدارة بيضم العائلات الخمس الكبار في نيويورك و21 عيلة تانية في أمريكا عشان يحلوا النزاعات وينظموا الشغل للمافيا وحل كل النزاعات المتواجدة واللي هتتواجد. بروفاسي قدر ياخد كرسي دائم في المجلس وبقى هو الزعيم الرسمي لعيلته. كمان كان جوزيف بونانو هو أقرب حليف لبروفاسي في اللجنة، واشتغلوا مع بعض لمدة 30 سنة. وكان بروفاسي برضه متحالف مع ستيفانو ماجادينو زعيم عيلة بافالو الإجرامية. عيلة بروفاسي كان فيها 150 عضو وأكتر من 1000 شريك، وتخصصوا في المؤامرة، الربا، الخطف، سرقة البضائع. وبروفاسي بقى غني جدا واتلقب بملك زيت الزيتون ومعجون الطماطم. بروفاسي كان بيحاول يظهر بصورة الراجل الشريف لدرجة إنه في 1949 مجموعة كاثوليك قدموا التماس للفاتيكان عشان يدوا له لقب فارس، ولكن المدعي العام في بروكلين اعترض والفاتيكان يرفض الالتماس. وفي سنة 1952 لما حرامي يسرق تيجان مليانة مجوهرات من مزار كاثوليكي، بروفاسي يبعت رجالته ويرجعوا التيجان ويقتلوا الحرامي. وفي الوقت ده يكون بروفاسي أساسا واحد في الفرسان، وكمان يتقال عن قتل الحرامي إنهم خنقوا الحرامي بالمذبحة، ولكنها تطلع إشاعة. في 1953 مصلحة الضرايب تطالب جو بروفاسي ب1.5 مليون دولار وما تدفعش الضرايب لحد ما يموت بعد 9 سنين. وفي 1954 الحكومة تحاول تسحب منه الجنسية الأمريكية، وده لأنه كذب في ورق الهجرة سنة 1921 وما قالش إنه كان مسجون في إيطاليا، بس المحكمة لغت القرار سنة 1960. وفي سنة 1956 يتم تسجيل مكالمة تليفون بين بروفاسي وأنطونيو كوتوني، وده واحد من ضمن رجال المافيا الصقلية، والمكالمة كان فيها معلومات عن تصدير برتقال من صقلية إلى الولايات المتحدة، والبوليس يحس إن في حاجة. وبالفعل في 1959 المجارك تمسك شحنة برتقال جاية من صقلية لبروفاسي في أمريكا، واكتشفوا إن في 90 برتقالة متفرغة ومحشية هيروين، والكمية كانت حوالي 50 كيلو، وكانت محشية بكميات معينة علشان يبقى وزنها زي وزن البرتقانة الحقيقية بالظبط. وفي 1957 اتقبض على بروفاسي في مؤتمر أبالشن الشهير مع 60 زعيم مافيا، وفي 13 يناير 1960 يتحكم عليه ب5 سنين، بس الحكم يتلغي في 28 نوفمبر 1960 في جلسة الاستئناف. بروفاسي كان كريم جدا مع كل الناس اللي بره والكنيسة وغيرهم، ولكنه مع رجالة عيلته الإجرامية كان على النقيض تماما. كان راجل خسيس وبخيل، زي إنه كان بيفرض على كل فرد يدفع جزية 25 دولار شهريا، ودي كانت من تقاليد صقلية القديمة وكانت بحجة مساعدة أهالي المساجين، بس الحقيقة إنه كان بياخد كل الفلوس دي لنفسه، واللي كانوا حوالي 50,000 دولار شهريا، واللي كان بيعترض على دفع الجزية كان بيتقتل فورا. العادة دي تضايق فرانكي أباتي ماركو وهو قائد عصابة كابروجيمي فريد هوك، وهي عصابة شغالة تبع عائلة بروفاسي الإجرامية. والعصابة دي كانت بتلعب لعبة سياسية مربحة جدا لدرجة إنهم كانوا بيعملوا 7000 دولار يوميا و2.5 مليون دولار سنويا. في أول سنة 1959 أباتي ماركو بدعم من الإخوة جالو وعصابة جارفيلد بويز رفض إنه يدفع الجزية، واللي هتوصل عليه في نهاية السنة ل50,000 دولار. بروفاسي وقتها
بعدها أمر جو جالو بقتل أبتيماركو مقابل إنه ياخد شغله كله، وفعلا أبتيماركو اتقتل في 4 نوفمبر 1959 على إيد جوزيف جويلي وقاتل مأجور تاني، وكان خارج من بار في بارك سلوب. وبعدها طلب بروفاسي تسليم أنتوني ابن أبتيماركو، ولكن الإخوة جالو يرفضوا يسلموه، ويرفض بروفاسي تسليم الشغل اللي وعدهم بيه. ومن هنا بدأت أول حرب داخلية في العيلة بين الإخوة جالو وعصابة جارفيلد بويز ضد عيلة بروفاسي الإجرامية. 27 فبراير 1961 قال جالو قرروا يضربوا ضربة تقيلة، فخطفوا 4 من كبار رجالة بروفاسي، نائبه ماجليوكو وأخوه فرانك ورئيس العصابة سالفاتوري موستاشيا والجندي جون سيمون. بروفاسي أول ما عرف اللي حصل جري على فلوريدا عشان يحمي نفسه، ولاري وألبرت جالو بعتوا أخوهم جو لكاليفورنيا عشان يخلصوا القصة ويتناقشوا مع مستشار بروفاسي تشارلز لوسيسيريو في مفاوضات وتكون نهايتها إطلاق سراح كل الرهائن بسلام. بروفاسي ما كانش ناوي يلتزم بالاتفاق ده خالص، عشان في 20 أغسطس 1961 يؤمر بقتل لالي جالو وواحد من الموالين ليه اسمه جويلي. الموالين دول اللي هم زي العبيد. جويلي قتلوه بعد ما عزموا واحد من رجالته على رحلة صيد في البحر. أما لاري جالو فرجع من محاولة خنق في نادي سحاري، والمحاولة نفذها بريسيكو وسيلفاتوري دامبروسيو، واللي أنقذه كان شرطي معدي بالصدفة. بس الخيانة دي ادت لعيلة جالو لقب الأفعى، والحرب استمرت وراح ضحيتها 9 ضحايا و3 حالات اختفاء تامة. وفي أواخر نوفمبر 1961 يتسجن جو جالو من 7 ل 14 سنة بتهمة قتل. بعدها بسنة تحديدا سنة 1962 سرطان الكبد نهش في جسم بروفاسي. في أول السنة كارلو جامبينو وتومي لوتشيزي حاولوا يقنعوه يستقيل عشان يوقفوا الحرب دي، بس هو كان شاكك إنهم بيدعموا آل جالو في السر، وإنهم عايزينه يعمل كده عشان يسيطروا على عيلته، فرفض وهددهم بإن عزله معناه إنه هتحصل حرب عصابات أخطر وأوسع من اللي موجودة دلوقتي. وفي 6 يونيو 1962 مات بروفاسي في مستشفى ساوث سايد في باي شور، واتدفن في أكبر ضريح في مدافن سان جون في كوينز، وماجليوكو يبقى الزعيم الجديد لعائلة بروفاسي الإجرامية. الحرب فضلت شغالة، وفي سنة 1963 بريسيكو نجا من تفجير عربية ومساعده هيو ماكنتوش اتصاب برصاصة في منطقة حساسة وهو بيحاول يقتل لاري جالو. وفي 19 مايو 1963 فريق قتل كامل تبع عائلة جالو حاول يضرب نار على بريسيكو أكتر من مرة، ولكنه قدر يهرب. في الوقت ده جوزيف بونانو رئيس عائلة بونانو خطط يقتل منافسيه في اللجنة، وهم لوتشيزي، جامبينو، ماجادينيو ودي سايمون، وده كان عشان يسيطر على لجنة المافيا كلها. ماجلييكو وافق يساعده فورا لأنه كان متضايق إن ملوش مكان في اللجنة، ولأنه كان حليف كويس لعيلة بروفاسي لسنين. بونانو كلف ماجلييكو بقتل لوتشيزي وجامبينو، وماجلييكو كلف واحد من رجالة المهمات الصعبة عنده اسمه جوزيف كولومبو. بس كولومبو كان خبيث وصايع جدا وانتهز الفرصة، وبدل ما يقتلهم راح حكالهم على كل حاجة عن المؤامرة. وقتها الزعماء عرفوا إن بونانو هو العقل المدبر، واستدعوه هو وماجلييكو للتحقيق. بونانو خاف وهرب على مونتريال وساب ماجليوكو يواجه مصيره لوحده. ماجليوكو كانت صحته ضايعه ومصدوم من اللي حصل، واعترف بكل حاجه. اللجنه قررت تسيبه يعيش بس بشرط، وهو انه يتنازل عن زعامه عيله بروفاسي ويدفع غرامه 50,000 دولار. وعشان اللجنه تكافئ جوزيف كولومبو على ولائه وانه كشف الخيانه سلمته زعامه العيله رسميا، ومن هنا تحولت العيله لعيله كولومبو الاجراميه. بس تفتكر حال العيله هيبقى عامل ازاي في عهد جوزيف كولومبو؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه. ما تنساش لايك لو الحلقة عجبتك، شير الحلقة مع غيرك، اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل حلقة جديدة في عالم الإجرام والحلقة التانية. سلام.